حميد المهداوي يتلاعب بعقول المغاربة. نعم يا سادة، وسوف أوضح ذلك بالدليل والبراهين، ولن يفهمني إلا أصحاب العقول الراقية. لنبدأ. حميد المهداوي كان مؤخرا قد تكلم عن عبد الإله المراكشي صاحب السمك، وشكك في مصداقيته، لكن هذا لم يعجب حتى متابعيه ومحبيه، فما بالك بالمنتقدين؟ السيد حميد المهداوي لاحظ هذا عند قراءته التعليقات، وفي اليوم الموالي خرج في فيديو آخر يشكر فيه عبد الإله صاحب الحوت ويثني عليه، وهذا زاد الطين بلة، لأن المهداوي أراد أن يصلح الوضع فأفسده. وتفاجأ بآلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تصفه بعد ذلك الفيديو بأنه متقلب الرأي ومتغير المبدأ، وأنه يميل فقط إلى الفريق الرابح. وحتى الفيديو الثالث الذي تحدث فيه حميد المهداوي عن قضية عبد الإله انخفضت مشاهداته وامتلاء بالتعليقات السلبية. فماذا سيفعل المهداوي كي يعيد السيطرة على متابعيه الذين بدأوا يفقدون مصداقيتهم فيه؟ وبعد تفكير عميق فكر المهداوي ثم قرر أن يهاجم الأستاذ أحمد عصيد بعبارات غير أكاديمية، واصفا إياه بالتافه الجاهل. اختيار الهجوم على أحمد عصيد في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المهداوي ليس وليد صدفة، لأن حميد المهداوي لطالما عزف على أوتار العاطفة، لأن أغلب متابعيه من العوام البسطاء نيتهم صادقة، وأغلب عشاقه من إخواننا المغاربة من الجالية المغربية، وغالبيتهم ليس لديهم تعليم عالي ومعرفة كبيرة بتحليل الخطاب. حميد المهداوي هاجم أحمد عصيد في هذه الأيام المقدسة عند المسلمين مستغلا عاطفة الدين، فهو يعرف أن عامة الناس لا يحبون أحمد عصيد لأن أفكاره لا تتفق مع المجموعة، لذلك اختار مهاجمته لكي يتصالح مع جمهوره. وفي الختام أقول أن الصحفي الحر وجب عليه أن يكون لديه رأي ثابت ومبادئ لا تزحزحها الرياح والعواصف، وألا يكون عبدا للأدسنس. المهداوي وغيره من المؤثرين المغاربة ليس لديهم رأيهم الخاص، وإنما يحاولون فقط إرضاء الأغلبية الساحقة من جمهورهم. هذا ما فعله المهداوي مع إلياس المالكي، وكذلك هيام ستار والكثيرين. وقد حاول تطبيق سياسة خالف تعرف في قضية عبد الإله المراكشي صاحب السمك، لكنه سقط في المحظور وعاد من بعيد وأصلح الوضع بالهجوم على الأستاذ أحمد عصيد الذي اختلف معه جملة وتفصيلا، لكنه محترم وأكاديمي ولا يستعمل لغة السوق كما يفعل البعض. والله المستعان. والسؤال الغول الذي سوف أطرحه على حميد المهداوي هو: لماذا نشرت فيديو على قناتك في يوتيوب قبل قليل تتكلم فيه عن قضية المسمى هشام جريندو، وبعد ذلك قمت بحذفه بعد 3 دقائق؟